كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. يكنى بالشيخ أبو سليمان، وهو ممن يشار إليهم بالبنان. اجتمعت عنده الزعامة والقيادة والعلم. نتحدث عن الشيخ محمد عمر سليمان اللولى، الذي ينحدر من عائلة الشيخ علي داينة، وداينة تعني الرجل الحكيم. ينتمي الشيخ لفرع أدفير عرة، حيث ولد في هضبة عقنبسة قبل عام من الحرب العالمية الأولى، في أسرة كانت تتنقل بين الشمال والجنوب بحثاً عن الماء والعشب لمواشيهم. هذا التنقل أكسب الشيخ عمر سليمان صفات الصبر والقوة والتحمل. ورغم أن الشيخ سليمان نشأ يتيماً، حيث تربى مع أخواله بعد أن فقد والده في عمر السادسة، إلا أن ذلك لم يزده إلا صبراً وحكمة، حيث تحمل المسؤولية مبكراً، فكان يعول أسرته ويعمل بكل جد واجتهاد، حيث تحول الحال من العسر إلى اليسر، ومن ضيق العيش إلى السعة، فأصبح يمتلك القطعان من البقر والغنم، وزرع المساحات الشاسعة في الأراضي، فاكتسب خبرات مهمة في حياته عن كيفية الإدارة والقيادة. وكان أول عمل رسمي يكلف به الشيخ أبو سليمان في شبابه كان بتكليف من القبيلة لحماية أعراضهم وممتلكاتهم، فبرزت شخصيته القيادية في إدارة الحروب من شجاعة وإقدام إلى تخطيط وحكمة. كما عرف عن الشيخ محمد سليمان بأنه قناص من الطراز الرفيع، فكان يهابه الأعداء ويتحاشون مواجهته. ومن القصص المشهورة عنه أنه طارد لصوصاً قاموا بسرقة أبقاره، طاردهم لعام كامل حتى عثر عليهم، واستطاع بتوفيق الله أن يعيد أبقاره. كان الشيخ أبو سليمان زينة المجالس، لا يتخلف عنها في الصحة أو المرض، حتى غادر بلادنا الحبيبة إريتريا مكرها إلى معسكرات اللاجئين بالسودان، فأصبحت قضية اللاجئين الإريتريين هي شغله الشاغل وهمه الدائم، فكان يجمع لهم التبرعات ويسعى لبناء المساجد لهم، حتى لقي الله تعالى بمنطقة سقطة في العام 2011 بمعسكرات اللاجئين، فاجتمعت الجموع الغفيرة والحشود المهيبة لوداعه. ألا رحم الله شيخنا الحبيب أبو سليمان. كم مجدا سطرنا على صفحات